مساء الخير والسعادة لكل مشاهديني في كل مكان. معاكم هنا تومي من برنامج بالهنا، حلقة جديدة فيها وصفات حلوة إن شاء الله وبسيطة وجديدة هتعجبكم جدا. تعالوا أقول لكم النهاردة هنعمل إيه. هنعمل كفتة بالصوص البني، سهلة قوي بسيطة ومش مكلفة، وإن شاء الله كمان هنعمل معانا لحمة بالبيض، وصفة كده حلوة وخفيفة تنفع في الغداء تنفع كمان في العشاء، سهلة قوي وبسيطة. هنعمل السلطة بتاعتنا النهارده كمان سلطه بطاطس، سلطه لذيذه كده وكمان سريعه. كل وصفاتنا النهارده هتكون بسيطه وسريعه ومش هتاخد مننا اي وقت. نيجي بقى نبدا، يلا بينا. هنعمل كفته كده حلوه هتعجبكم، بسيطه يعني. معايا لحمه، هاخد تقريبا نص كيلو من اللحمه المفرومه، وبتكون فيها نسبه دهون بس مش عاليه، يعني مش نسبه دهون كتير قوي. تقريبا معايا نص كيلو لحمه كده. ومقاديرنا ايه؟ مقاديرنا نص كيلو لحمه، تقريبا بصلايه مبشوره، ناخد تقريبا بصلايه، وهناخد حوالي تقريبا معلقتين او 3 معالق من البقسماط. سهله. نص كيلو لحمه، هو معانا بصلتين مفرومين او بصله كبيره مفرومه، ومعايا 3 معالق تقريبا من البقسماط. وهنحط بقى التوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا هتكون، لو عندك توابل كفته اللي هي بتيجي من عند العطار تمام، ما عندكيش هنحط التوابل بتاعتنا العاديه خالص. هنحط شويه بصل باودر، وكمان توم باودر، وشويه بابريكا، وفلفل اسود، تمام، وشويه توابل لحمه. لو ما عندناش التوابل بتاع الكفته، تمام تمام. هناخد شويه من البقدونس، شويه ده من البقدونس المفروم. واخر حاجه بقى معايا بيضه. الكلام ده كله هنقلبه، هنعجنها كويس قوي، يعني كل الكلام ده هنقلبه ونعجنه كويس جدا طبعا. وملح، حطينا ملح، بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. وصفه مفيش اسهل من كده، سهله جدا جدا. على السريع على السريع كده، وانت جايه من الشغل بقى، جنب مكرونه سباكيتي، جنب رز، يعني مش هتقول لا. من الوصفات الحلوه والسهله. خلاص، شايفين بقت كده بالنسبه لنا اهو. هاخدها بقى كده وكور، كوره كده، نعمل كور مكوره، وهنزل بيها في الدقيق. شوفي بقى الحجم اللي يناسبك في الكور دي واعملي. بننزل كده في الدقيق، هتاخد بس تعفير كده من الدقيق. شوفي بقى، ممكن تعمليها اصلا وتبقى جاهزه في الفريزر، تطلعيها على طول كده تسويها. هنحط بقى شويه زيت كده عشان نبقى ايه جاهزين ننزلها. ممكن طبعا نحطي زبده، هنحط كمان زبده. نحط كده زبده كده عشان نطعمها. الكفته طبعا ليها اشكال وانواع كتيره جدا. طبعا ممكن نعمل نفس الكفته بالظبط. ممكن حد هيسالني يقول لي هي داوود باشا تشبه لداوود باشا؟ هي تشبه لداوود باشا شويه، بس طبعا في داوود باشا احنا ما بنحطش بيض ولا بقسماط. في ناس ممكن تحط، بس هي الحقيقه الوصفه الاصليه ان هي ما بتحطش فيها. تمام. هنبدأ بقى نقلب كده في الدقيق. شايفين اهي تاخد تعفيرة بالمنظر ده.
اوكي. وبعدين هننزل بقى كده في الزبده بتاعتنا والزيت اهو كده زي ما انتم شايفين كده. هنبدا كده نقلبها تاخد التعفيره بتاعتها كده، ونبدا بقى ايه نحطها، نعلي شويه او نحطها على العين دي احسن شويه. هتبدا بقى بصوا تبدا بقى ايه سامعين بقى الصوت؟ هتطلع بقى ريحه دلوقتي مش عايزه اقول لكم. اعمليها كده وحطيها في الفريزر، يعني اعملي كده وحطي في الفريزر تطلعي على طول تعملي. ممكن طبعا تحطيها وتعمليها بالصوص الريد صوص، الصوص الاحمر، صلصه. هتبقى حلوه جدا. النهارده هنعمل تغيير. ناس كتيره بيحبوا الكفته بالصوص البني وبيبقوا مش عارفين، وكمان يقولوا ان هي مكلفه علشان الكريمه اللباني. لا خالص، احنا هنعملها بالحليب على فكره، مش هنستخدم كريمه فيها النهارده. طبعا هي الوصفه الاصليه كريمه، لازم تحطي كريمه بس مش لازم ولا حاجه. احنا هنحط النهارده معانا حليب، وهوريكم ازاي ان هي هتطلع حلوه وجوسي جدا ويعني تحفه. ممكن طبعا في ناس ممكن تحب معاها خضار، ممكن نحط خضار. طبعا في كفته داوود باشا بنحط بطاطس مع الكفته، برضو الوصفه الاصليه، لان في ناس ما بتحطش معاه. شايفين اهو. هنحط بس على قد ايه الحله ما تشيل. الجوانتي بس بتلزق في الجوانتي. كده اعمل واحده كمان. الدقيق دخل في الجوانتي. نغير بقى، نحط نلبس جوانتي كمان تاني علشان الجوانتي ده اتبهدل كده. خلينا بس نخلص دي. هنبدأ بقى نقلب في الكفتة بتاعتنا كده. شايفين سامعين التش دي؟ يا سلام على الريحة. الريحة واصلة للمخرجة فوق ولا مش عارفة، بس يعني عشان ترضى عننا اهو. اهو شايفين، انا مش عايزة اقلبها قوي وهي لسه اهو كده. تبدأ تستوي كده مع نفسها شوية. وانا هنبدأ نعمل في وصفة تانية جنبها. وصفتنا التانية وصفتنا التانية هنعمل زي ما قلت لكم بيض باللحمة المفرومة. البيض باللحمة المفرومة ده، بيض باللحمة المفرومة ده وصفة حلوة قوي، سهلة بسيطة في العشاء. يلا سرعة بسرعة في الغدا وانت جاية من الشغل بقى وتعبانة ومفيش وقت، يلا بينا نعمل اي حاجة سريعة نتغدى بيها. الزبدة بتاعتنا هتبدأ تسيح. هننزل ببصل. وصفة سهلة قوي واقتصادية وتتاكل بالعيش. برضو تتاكل معاها رز او مكرونه. الناس اللي بتحب تاكل عادي البيض جنبه رز مفيش مشكله يعني عندهم. هيبدا بقى كده الكفته بتاعتنا اهي خلاص بدات تدخل في السوا اهو. انا عايزاها بس تستوي عشان مش عايزاها تاخد وقت معايا في الصوص اهو. شايفين خلاص تقريبا. تعالوا بقى نحط كده هبدأ بقى شايفين
هبدا كده ايه اقلب البصل بتاعي، وهحط عليه اللحمه تتعصج اهو. حط اللحمه والاكله دي بتتقدم زي ما هي كده في الطاسه، يعني مش بتحتاجي بقى ولا مواعين ولا بتاع ولا الكلام ده، لا ده يعني مفيش اسهل من كده، هتوفر عليكي مجهود وتوفر عليكي كل حاجه. المقادير بتاعتنا على الهوا، معانا بصل مبشور، معانا لحمه مفرومه وبيض، وكمان معانا فلفل الوان. وشوفي بقى انت حابه ممكن تضيفي ايه معاها، يعني مفيش عايزه تضيفي اي حاجه تانية معاها مسموح لك ان انت تضيفي اي حاجه تانية معاها، يعني عايزه تضيفي مثلا طماطم، عايزه تضيفي جزر مبشور، اوكي مفيش مشكله اهو. هنا هنشوف بقى الكفته بتاعتنا، هنطلع الكفته هنرجعها تاني بس ايه لما نعمل الصوص. حاولوا وانتوا بتكوروا الكفته تضغطوا عليها كويس عشان ايه ما يحصلش وتتفتح منكم. بلاش تلبسوا جوانتي يعني في البيت طبعا، يعني احنا لابسين الجوانتي علشان على الهوا وكده ما ينفعش نطلع، بس انتوا في البيت طبعا ما تلبسوش جوانتي عشان تبقي متحكمه اكتر في الموضوع. طبعا انا كده هحط معلقه من الزبده تاني، شويه من الزبده كمان في نفس الحله. شوفي بقى احنا مش هنوسخ اصلا اي حلل ولا اي حاجه. وهناخد حبه دقيق، حبه دقيق بقى ايه صغيره، نفس الدقيق اللي احنا كنا منزلين فيه الكفته اه. كاننا هنعمل بشاميل، بس يعني مش بشاميل، يعني احنا ده بنستبدل الكريمه اللباني، نستبدل الكريمه اللباني، بنحاول يعني نقتصد في الموضوع علشان طبعا الكريمه اللباني سعرها غالي، فكده هتبقى الاكله مكلفه. تمام. هننزل بقى باللبن بتاعنا اهو، وهبدا اقلبه كده، خليه بس ايه يبدا كده ياخد وايه ويدي. هنقلب بقى اللحمه بتاعتنا، عايزين ننسى اللحمه بتاعتنا اهي واتبلها. طيب هنعمل ايه في خليني اهدي شويه النار. هنعمل ايه بقى هنا في الصوص ده؟ هضيف عليه معلقه من الصويا صوص، من الصويا صوص هنضيف معلقه من الصويا صوص علشان يدينا اللون البني ويدينا ايه طعم كده. وطبعا ما تحاوليش تكتري، لو الصويا صوص بتاعتك غامقه ما تحاوليش يعني ايه تبقي كريمه فيها، لا يعني خليكي حاولي ايه تبقي كده على الخفيف. هنعمل ايه؟ هننزل بالكفته بتاعتنا تاني اهو، نتبل اللحمه بتاعتنا ونرجع تاني لايه مرجوعنا. نرجع لمرجوعنا، مرجوعنا اللي هو ايه بقى؟ هنحط كزبره، هنحط توابل اللحمه، هنحط بابريكا، فلفل اسود. شوفي بقى يعني التوابل اللي عندك، مفيش توابل، ما بشترطش عليكي تحطي تتبيله معينه في الاكله دي. وهحط معلقه من الصلصه، الصلصه الحمراء. لو عايزه تحطي طماطم حطي طماطم، مكعبات طماطم، بس ما بفضلش احط مكعبات طماطم علشان هتنزل الميه بتاعتها وهي هتبقى دبلانه كده، فمش هتبقى لذيذه في الوصفه بتاعتنا. هرجع تاني
علشان طبعا لازم اتاكد ان اللحمه بتاعتي استوت، هضيف عليها حبه ميه علشان ابقى متاكده ان هي استوت. هي طبعا مع التشويح طبعا خلاص هي استوت، بس عشان نبقى متاكدين ان هي اخدت سوا تمام هنضيف عليها طبعا الكميه اللي انتوا عايزينها. يعني اعملي الكميه اللي انت عايزاها على حسب الاشخاص اللي عندك. طبعا احنا عندنا هنا الكفته، هنرجع نزود شويه حليب معانا اهو. شايفين الجوس بتاعها؟ شايفين فعامل ازاي؟ احنا كده الكفته بتاعتنا خلاص جاهزه، هنقدمها. هنقدم بس الكفته نحط صوص. طبعا اتحكمي في الصوص زي ما انتي عايزه بقى تخليه اخف من كده. اوكي اوكي. نحط بقى ايه شويه كده حركات وحاجات تدي شكل لطيف معانا الكفته بتاعتنا. وادي طبق الكفته بتاعنا تمام. ده اول وصفه خلصت معانا، الكفته بالصوص البني. هنبدا بقى نرجع نشوف اللحمه بتاعتنا والبيض بعد الفاصل. هناخد فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني وهنكمل معانا اللحمه المفرومه بالبيض. دلوقتي هنبدا نحط بقى ايه شويه من الفلفل الالوان. زي ما قلت لكم حابين تضيفوا خضار تاني تضيفوا. هنبدا بقى كده في اللحمه نعمل كده ايه مكان للبيض، يعني نوسع مكان كده لايه للبيض اهو، على حسب برضو البيض اللي انتي هتحطيه. نبدا نحط البيض بتاعنا، اول بيضه اهو بالشكل ده. عايزين نشوف البوتاجاز بتاعنا اللي حصل. تاني بيضه، نجيب بيضه الدنيا كده. معانا بقى البيض اهو حطيناه وهيستوي. هنحط بقى شويه جبنه، لو عندك جبنه شيدر، عندك جبنه موزاريلا، اللي عندك حطيه، ما عندكيش خلاص. في ناس ما بتحبش اصلا الجبن، بس هو بتخليه ليه طعم حلو كده وكمان شكله بيبقى ظريف. خلاص كده هنغطيه بقى
الحاجات دي كده تسيح مع بعضيها. وهنعمل السلطه بتاعتنا. معانا السلطه بتاعتنا، معانا بطاطس، سلطه بطاطس سهله جدا بسيطه، ما فيهاش اي افتكاسات ولا اي حاجه. ممكن طبعا نعمل خضار يعني بسله وجزر وكلام من ده معاها. هنحط المايونيز، معانا معلقتين كده من المايونيز، وهنحط عصير ليمون، يعني عصرة ليمون كده بالشكل ده. وهنقلب الكلام ده مع بطاطس مسلوقه، بطاطستين تقريبا مسلوقين، بس مش مسلوقه مهريه، يعني بصي تلات ارباع سوا كده. وبعدين هنضيف عليها معانا بصلايه مقطعه كده سلايس صغير بالشكل ده، ولو بصل احمر يفضل، يعني مفيش بصل احمر معانا بقى، وشويه من البقدونس. تمام كده، سهله جدا جدا، مفيش اسهل من كده. شايفين شويه من التوم بسيط قوي، يعني فصين توم كده. تمام، حطينا مايونيز وعليه عصرة ليمون، وحطينا البطاطس بتاعتنا، حطينا البصل، حطينا بقدونس، وحطينا شوية صغيرين جدا من الثوم كده، بتدي نكهة. وقلت لكم بقى لو عندكم البصل الأحمر بيكون أحلى في الوصفة دي. أهو شايفين، شايفين الجمال، شايفين الحلاوه، بجد سلطه حلوه جدا. ممكن بقى نحط ايه معاها؟ ممكن نحط حاجات تانية، نحط بسله وجزر، ونحط اللي هي اسمها ايه، الفاصوليا الخضراء. شايفين ده الطبق بتاعنا، تاني طبق السلطه. باقي لنا البيض. عايزه اقول لكم على الريحه بتاع البيض وعلى جمال البيض. طبعا استوى، طبعا البيض بتاعنا اهو، شايفين المنظر، استوى طبعا بيضنا جميل. وصفة حلوة بسيطة بسيطة، وتنفع غدا وعشاء، يعني شغالة معاكي. خلاص بنقدمها زي ما هي كده في الطاسة، احنا يعني ما بتغسلش مواعين، احنا مش بتوع غسيل مواعين يا جماعة، احنا كل حاجتنا في حلة واحدة، كل حاجتنا في طاسة واحدة، في السريع في السريع كده. طبعا احنا قدمنا الوصفات بتاعتنا النهارده، هرجعها لكم تاني. عملنا معانا كفته بالصوص البني، تمام، سهله جدا وبسيطه. معانا لحمه مفرومه وبقسماط وبيض، وكمان حطينا معاها توابل كفته، وكمان حطينا بقدونس وبصل مبشور، وقلبناها كويس جدا، عفرناها في الدقيق ونزلنا في الزبده، شوحناها وعملناها بصوص اقتصادي من غير كريمه لباني. تمام، وعملنا الوصفه الثانيه بتاعتنا بيض باللحمه المفرومه، لحمه عصجناها، لحمه مفرومه عصجناها، ونزلنا بشويه فلفل الوان، عندك بقى شويه جزر مبشور، زي ما قلت لكم اي خضار حابين تحطوه، وحطينا فيها البيض، سبناه استوى، وحطينا على وشه شويه من الجبنه وغطيناها. استوى البيض، قدمناها زي ما هي في الطاسه بتاعتها، ما فيش اي افتكاسه ولا اي اختراع، شويه عيش بلدي كده حلوين وشويه مخلل، تمام جدا. عملنا سلطه حلوه قوي وبرده بسيطه جدا، وتغيير بقى عن السلطات. قلت لكم عايزين تحطوا سلطه البطاطس، عايزين تحطوا معاها خضار مشكل، جزر، بسله، فاصوليا، حطوا هي نفس الحاجه، مايونيز ومعاه عصره ليمون، ومعاه شويه من البقدونس والبصل السلايس، ويعني حاجه صغيره جدا من الثوم، بتدي بس مجرد نكهه كده. دوقوا بقى كده طعم السلطه، مش عايزه اقول لكم في حته تانية خالص. وصفاتنا يا رب تكون عجبتكم النهارده. نشوفكم على خير في حلقه جديده من برنامج بالهنا، وكانت معاكم هنا التومي.